اهلا بكم في قناه حلو حادي مع مريم. وحشتوني. النهارده هنعمل معاكم القرع بالمهلبيه، حاجه كده من الاخر. خزنا معاكم القرع وعملنا مهلبيه القرع، وصينيه القرع بالمهلبيه دي يا جماعه حاجه خطيره جدا، تنفع معاكي في الصيف وفي الشتاء، وتحليه سهله وسريعه ومش مكلفه. ويا سلام لو عندك معلقه ايس كريم او كراميل، حاجه عظمه. يلا بينا نسمي الله ونشوف وصفتنا هنعملها ازاي. يلا نشوف وصفتنا. معايا هنا 2 كيلو من القرع، طبعا انت حسب الكمية اللي انت هتعمليها. تمام. القرع طبعا بعد ما غسلناه ونضفناه كويس جدا، وزنت 2 كيلو، وبعدين بحطه في الحلة بالشكل ده، وهضيف عليه السكر. هنا يا جماعة مش لكل كيلو قرع كوباية سكر، لا هيبقى سكر عالي جدا. انا هنا بحط لكل كيلو من القرع 150 جرام من السكر، يعني هنا كوباية الا ربع، بالكوباية الشارع عادية خالص اللي بتستعمل في كل بيت. وهقلبهم مع بعض، وهسيبهم حبة، تسيبهم من بالليل لحد الصبح، حبة تسيبهم 3 ساعات لحد ما ينزل المية بتاعته براحتك خالص. لكن انا هنا هرفعه على النار على طول. خلاص انا رفعت القرع بتاعي على النار وهسيبه لحد ما ينزل المية بتاعته. هنا انا برفع القرع بتاعي من غير ما اضيف له اي مية، لان هو بينزل كمية سوائل عالية جدا. شايفين الحلة بتاعتي كانت يعني كانت الكمية كتير عليها قوي، بدأت تنزل المية بتاعتها. هقلبها من الوقت للتاني بالشكل ده، وان شاء الله هوريكم دلوقتي هي نزلت المية بتاعتها قد ايه. يعني وانت بترفعيه على النار ما تحطلهوش مية. تمام. هوريكم دلوقتي كمية المية اللي نزلت من القرع. طبعا المية دي مش هنرميها، هنعمل بيها البشاميل بتاعنا او نعمل بيها المهلبية بتاعتنا. كده خلاص القرع بتاعي استوى تمام او اليقطين. هجيب المصفى بتاعتنا ونصفي القرع، لان احنا هناخد المية زي ما قلت لكم هنستعملها في البشاميل او في المهلبية بتاعتنا. اتمنى وصفاتي تعجبكم وتنال رضاكم، ولو حابين اعملها لكم بالبشاميل مفيش مشكلة عندي. تمام، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. وده شكل القرع بعد ما صفيته من المية بتاعته. شايفين كمية المية اللي نزلها؟ طبعا احنا هنعمل بيها زي ما قلت لكم البشاميل او المهلبية بتاعتنا. شايفين كمية المية؟ يلا نشوف الخطوة التانية بتاعتنا هنعمل فيها ايه. خلاص القرع بتاعنا بعد ما استوى وصفيته من المية كويس جدا بهرسه بالمعلقة، هو مش محتاج. تمام. وفي المرحلة دي ممكن تخزنيه، هتحط القرع في كيس لوحده والمية في كيس لوحده. تمام. وبعد كده عند الاستعمال هتطلعيه بكل سهولة. خلاص انا بجيب معلقة سمنة بلدي او زبدة حسب المتوفر عندك، طبعا بتدي نكهة رهيبة جدا، وبخلطهم كويس جدا مع بعض. يا سلام لو عندك حبة مكسرات، لو مش موجود خلاص مفيش مشكلة خالص، مش هتقول لأ. بحط طبعا حسب الرغبة، في ناس بتحب جوز الهند وناس لأ، والزبيب برضو كذلك الأمر، يعني حسب اللي انتي حباه واللي انت عايزاه اعمليه. واخلطهم كويس جدا مع بعض، وبحط رشة ملح بسيطة جدا، زي ما بنحط سكر في الحادق بنحط برضو ملح في الحلو، وكيس فانيليا طبعا بيدي نكهة حلوة قوي. خلاص كده صينية القرع بتاعتنا ان شاء الله هنجهزها حالا، هنسيبها على جنب وهنعمل المهلبية بتاعتنا. المهلبية بتاعتنا انا هنا معايا كوبايتين من اللبن، ومعايا كوبايتين من القرع. تمام. لو انتي حباها تكون متماسكة هتحطي كوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من مية القرع. طبعا هنا مش هنحط اي سكر لان احنا حطينا السكر في الاول خالص، متقلقيش السكر ده كويس جدا جدا. مش هتحتاجي تحط سكر، لو حطيتي سكر مش هتعرفي تاكليها. معايا هنا 40 جرام من النشا، يعني حوالي معلقتين كبار مليانين، ومعايا 20 جرام من الكريم شانتيه، يعني معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، وهقلبهم كويس جدا وارفعهم على النار. وهقلب باستمرار علشان ما يحصلش تكتلات معايا في المهلبية وتكون ناعمة. وده القوام بتاعها. كده المهلبية تقلت معايا وبدأت في مرحلة الغليان، ولازم تعمل معاكي بابلز.
وعلشان طعم النشا ما يبانش معاكي في الاكل. ولو بتعجبك وصفاتي اعملي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زيك حلو كده علشان يشجعني. كده خلاص المهلبية بتاعتي استوت. هقفل النار وهحط الفانيليا اخر حاجة علشان الريحة بتاعتها ما تروحش مني، ومعايا كمان معلقة قشطة بتاعت وش اللبن، لو مش متوفر عندك مفيش مشاكل خالص. كده المهلبية بتاعتنا جاهزة وده القوام بتاعها. يلا نشوف الخطوة اللي بعدها هنعمل ايه. بجيب قالب بايركس طبعا او صينية، ممكن كمان طواجن ام علي هتبقى خطيرة جدا، حسب المتوفر عندك ما توقفيش. انا هنا دهنت البايركس بتاعي مادة دهنية، وهنزل بالقرع بتاعي وهسوي الصينية على قد ما اقدر. انت حابة تحطي بشاميل في الاول او مهلبية في الاول وبعدين تنزلي بالقرع مفيش مشكلة، ده حسب رغبتك، بس انا دايما بعملها بالشكل ده. حابة تعمليها زي ما انا عملتها مفيش مشاكل خالص. وخلاص كده انا سويت السطح بتاعي، وبعدين اجيب المهلبية بتاعتي. المهلبية تكون سخنة علشان السطح بتاعك يبقى متساوي. كده خلاص انا خلصت الصينية بتاعتي، هسيبها بس قد 10 دقايق الوش بتاع المهلبية يشد معايا. لو انت عايزاها مكرملة هترشي على وش الصينية قبل ما تدخل الفرن، هترشي عليها حبة من السكر علشان تديك الكرملة. دلوقتي هدخلها الفرن وهوريها لكم اثناء التسوية. شايفين شكل صينية القرع بالمهلبية او اليقطين؟ خطيرة جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم. جربيها ومش هتندمي وهتدعيلي ان شاء الله. خلاص كده ده شكل صينية القرع بتاعتنا. هحطها في التلاجة تبرد ونقطعها، وهوريكم شكلها دلوقتي وقوامها عامل ازاي. شايفين شكل القرع بالمهلبية؟ يجنن. عايزه اقول لكم بس ملحوظه صغيره، ان انا دخلت الصينيه بتاعتي على 180 في الرف الوسطاني. اول حاجه شغلت النار من تحت، وبعد كده شغلت عليها الشوايه علشان تاخد لون جميل بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها؟ خطيره جدا وطعمها يجنن. زي ما قلتلك لو عايزاها القوام بالشكل ده، حتى لو قعدت معاكي تاني يوم هتبقى خطيره جدا. لو عايزاها متماسكة زي ما قلت برضو هتحطي 3 كوبايات من السوائل. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زيك كده حلو علشان يشجعني. حط اللايك. ودلوقتي اقول لكم خلص الفيديو بتاعنا. باي باي، واستنيني في فيديو جديد. وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو.